حاسس ان جسمك وعقلك ضدك، طول الوقت متوتر وقلبك دقاته سريعه، دايما خايف من حاجه مع ان مفيش حاجه. لو ده بيحصل معاك ممكن هنا تبقى بتعاني من فرط التنبه العصبي، وده معناه ان جهازك العصبي دايما شغال في وضع الطوارئ طول الوقت، اكنك في خطر حتى لو انت مش في خطر، ويبدا الجسم يبعت اشارات انك محتاج تهرب. علشان كده بتحس بتوتر شديد وضربات قلب سريعه وقله نوم، وتبدأ تلاحظ انك بتتنرفز بشكل سريع جدا. طيب ليه بقى ده بيحصل؟ السبب هنا هو زيادة نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي، ده نظام بيشغل جسمك وقت القتال او الهروب. الطبيعي ان انت لما بتمر بمرحلة خطر ويبدأ الخطر يزول، يرجع جسمك تاني لوضع الهدوء، ولكن في فرط التنبه العصبي بيفضل الجسم متعلق دايما في وضع الاستعداد، وده بيظهر بشكل واضح جدا في اضطرابات ما بعد الصدمه او اضطراب القلق العام او نوبات الهلع. يعني مش مجرد توتر طبيعي، دي حاجه اعمق من كده بكتير وبتاثر على كل الجوده بتاعت حياتك. وعلشان نحل ده لازم تعرف اول نقطه انك مش لوحدك، وان الحاله دي ليها علاج، وبنلجأ للعلاج النفسي زي مجال العلاج المعرفي السلوكي وتمارين الاسترخاء والتنفس، وفي بعض الحالات ممكن نلجأ للعلاج الدوائي علشان نساعد الجهاز العصبي انه يرجع للتوازن الطبيعي بتاعه. علشان كده لو لقيت ان الاعراض دي مأثرة على حياتك، ارجوك ما تأجلش واطلب مساعدة من متخصص، وهدي وضع الطوارئ ده شوية. واحنا في يوتوبيا وظيفتنا ان احنا نساعدك توصل للتوازن والسلام النفسي اللي انت بتطلبه.